من اي منطقه بالسعوديه؟ انت واحده انت كذا تبغين منطقه ولا بطاقات؟ يعني من وين حضرتك؟ اول أيوة. شيء بطاقتك الشخصيه، يعني هويتك. البطاقات عندي بطاقات غلم، عندي بطاقات كثيره، حقت بنك ولا حقت محوال ولا حقت مستشفى ولا انت مدمنها؟ يعني شخصيتك يعني اجيبها معي ولا ترى في سياره؟ لا شخصيتك انت من وين حضرتك؟ وين خلقان؟ يعني من وين انت؟ من السعوديه؟ كيف وين خلقته؟ وين عايش هلا؟ ايه ده الحين في جده. بجده؟ نعم. من اي منطقه بجده؟ من ابها. من ابها الجنوب. شو شغلتك؟ انه بشو بتختص اعمالك؟ شو هي اختصاصاتك فيها؟ بشو بتختص اعمالك؟ الله يستر عليك، ما دريت، ما انت تقولين، انا ابغى كلمه واحده. انت نقصتي من بطاقاتي كيف قامت؟ هلا عرفنا انه حضرتك من جده، من نبها، خلصنا من هالسؤال. شو انه وش دخل جده في ابها؟ انت ما عرفت اجابتش. حضرتك من جده. حددي لي سؤال معين. باردون في شيء مشكله، كيف بدي اوضح له؟ لا انت تدغدغين كلامك هذه، تدغدمتي وكذي، انا ما حد فهمت عليك. ما عليه ما تعصب، ما في اي مشكله. لا انا اقول، انا اعلمش، انا ودي تهابين لي سؤال معين واضح مثل عين الشمس واعرف اجاوب عليه، لست احب انا املكلك في الكلام، لا طيب. ولو من عوالي لا شاء الله اني ازعل منه. انا طري معي مسكر ولا الوميني ولا شيء، لكن طيب. ابغى سؤال واضح انا اعرف ايش اتكلم فيه، ولا تضعفيني قدام الناس وتلفتون فيه الحين. لا ما عليك، كله هذا مش مسجل. لا من قبيله معروفه من كل بيت ربعي، سمعت ولا لا؟ ولا سمعت واحده تضحك علي. ابغى اجابه محدده علشان هو قال فلان ولد فلان وطلع في التلفزيون حتى بشكل معين. نعم حق معه. في مقابلات نشوفها يسالون الواحد سؤال مشنطه كذيانه وخرج باجابه جيدا في واد ثاني وضاع رجل. سمعتي مني ولا انت معي تلفتين مره؟ قلت انا حاكي ان شاء الله يصلح. وي فينا نبدا بليز؟ بدي اقري له السؤالات المكتوبه على الهيدا. اوكي يا ريت. ايه نبلش بس دقيقه لا خليك اطرح عليه الاسئله تيكون هو بالاجواء. اوكي لا لانه نحن على الهواء هلا. ايه بس تطرح السؤال. شفتي؟ ايوه هذا الكلام. لو سمحت ما تتدخل يا استاذ ماجد. لا انا لم اتدخل، بس انه انا ما فهمت عليها، هي تكلمت بسرعه كذا، انا ما احب اللخبطه، ابغى افهم الكلام ايش هو. اوكي بس هذا الكلام. يا دي زين. نعم. فيك تبلشي من هلا بالاسئله يعني. يلا. اوكي طيب اسمش لمزين. ها يا اوكي دي زين. ايه اوكي. نحن بنقطع على اي سؤال بنشوفه مش كويس. اوكي. ستاند باي 5 4 3 2 1. كيف كانت بداياتك قبل تكوين هذه الثروة الكبيرة؟ ما فهمت عليك. يعني كيف بلشت حياتك العملية؟ يعني كيف بلشت بشغلك؟ يعني كيف أسست شغلك؟ في معسل. ايه معي نحل انا في الديرة. ايه املح الذيانة، نشتري نقطع اشجار سيقانة كبار كذيانة، نحرولها كذيانة مسافة وسعة ما يدي كذيانة طال عمرش، وانا امسك جذع ذيانة ونحفره من داخل ونطلع ما داخله من الخش. خليش معي تلفتي فيها اتكلم معك انا. نطلع ما داخل مخشبة ذيانة ونحطه حواجز النحل، او نشتري نحل الملكة معها ونقحمها وسط صندوق ذيانة ونركب صناديق من فوق بعضها ونبني. انا بديت من صندوقين اثنين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى معنا ديرة خضراء وجبال زينة وامطار وسيول تدكدك من جبال فمن صندوق في ذاك كثرا الحمد لله ونشكره، وصرت اهب في كل وادي وفي كل جبل معي رزمة من صناديق مهنيانة ونحل تسرح وتضوي الليل والنهار. ومعنا طال عمره عسل ذيانة، طبعا هو غالي ثمنه غالي ما هو بسيط يعني، هذا يعني هو مثله مثل ذهب. نعم. وكان قدام طبعا بعدها فتحت لي محلات بسيطة يعني مطاعم الشعبية الخفيفة هذه، عصيدة ومرقة يحبونها العرب، فروقة يتنشفونها، ان الناس يحبونها إذا يسوقوا بالثلوث طال عمرك عندنا في سوق وتيوس وغنم وكذا، وابتعت واشتريت فيها الحمد لله وتوسعنا. استر عليش. ما هي المعوقات التي قابلتك قبل أن تقف على أرض صلبة؟ يعني شو هي الصعوبة؟ إنه شو واجهت صعوبات؟ لا تفولين علينا بالمعوقات، أنا لسه معوق أنا. لا الله فعل الله ولا فارس. تريني انا اعلمش، انا الحمد لله بصحة جيدة.
ولا تفورين علينا لا. بالمعقد. اسالي سؤال زي بني ادم، لا تقوليني معوقات. ايش الكلام؟ ايش الاسئله هذه اللي معها يا ابو محمد؟ معليش طال عمرك معليش. كيف معليش؟ يجيك انا الحين. تحرونا كذيان ونحن من الله في ساعه ما بنا عله. طيب هذا بيلغوه، اوكي. لا تضحكي لا تضحكي، متى احب البرة تضحك في وجهي. خليش كذيانه صامله سامله وهابي سؤال مثل العرب. ايش الكلام هذا يا ابو محمد؟ يا طويل العمر احنا نقصد بالمعوقات مو قصدنا على يعني المعوقات الخلقيه، قصدنا معوقات الحاجات اللي تواجهك في العمل. يا رجال ترك لك انا ما درت ايش تقول، ما عندها تلفت مرقه. حتى انا وانا اكلمها عينها في مرقه، كيف اقدر اوضح لها واقدر اتكلم مع واحد الرجل اللي له قلبه وعينه معي ومخه معي يفهم ما انا اقول. تجي انا لسه عندها كان ما عندها في كلامي. ايش الكلام هذا؟ ابغى واحده معي تفهم كلامي، تدري شو او تناقشني فيه وتفهم الناس اللي يتنفتون منها في التلفزيون. تقول طفشان خلقه لا تنرفزنا. ولا طفشان خلقت انا ما جيت خليت عملي كذي. انا الا ابغى انسان يتكلم معي يتفاهم معي في الكلام، يقعد معي تلفت مرقت. انت انا ترجم من مو شغلك هذا، تلفت ورقه ما لك صلاح انت. كيف ما هو شغلي؟ قاعد على كرسي كذي انا ومعي واحد ما هو معي. اقول لك احترم نفسك وخلنا نكمل اللقاء وكفايه اللي شفناه. اقول لك ترى اني محترم نفسي قبل ما اشوفك، سمعت ولا لا؟ من قبل اجي انا، خليك رجال محترم واحترم الفاضي. وقسم بالله يا لسانك اني قاصر من الشفره، خلي عنك الكلام الفاضي. خلك الكلام الفاضي. خلاص انا حلفت بالله اني حلفت بالله اقسمت لك بالله يا الشفرات انها ما ترجع الا من احشائي في ذمتي قسمتي. حصل خير حصل خير. وش قله الحياه؟ الواحد ما يستحي على وجهه. ترى رجال من قبائل المرحله فوضت اللي عندك تبتي لي واحده متعلمه ما تعرف تراك بكلمتين. معلش اسفين علينا احنا اسفين. ايش هو الدب هذا من اللي جاء؟ ده مدير الاستوديو طال عمرك. مدير من الاستوديو؟ لا اشوف خلقته عنده خشميني هذا. حاضر خلاص. ايش الانسان يحترم نفسه يقابل الناس باحترام؟ ايش الكلام هذا؟ معلش هو ما يعرفكش ولا ما يعرفك. وانت تلفتي اعطيني سؤال واضح موضح من عيني من المعوقات والكلام الفاضي حقش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.